خرج هذا الشيخ يتحدى الشيعة بتحدي صعب جدا جدا للمشاهد. أدعو جميع الشيعة الروافض أن يجيبوا على سؤال واحد قد سألته مرارا، ألا وهو: دليلكم على أن يزيد بن معاوية أمير المؤمنين الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد قتل الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمر بأن يقتلوا ريحانة رسول الله. من كان منكم يجد في نفسه الكفاءة أن يتفضل ويعطينا دليله على أن يزيد هو القاتل أو يزيد هو من أمر بذلك. هيا يا شيعة، من منكم يجد في نفسه الكفاءة على أن يرد على هذا التحدي الخطير والصعب جدا؟ هل يزيد قتل الإمام الحسين أو أمر بقتله؟ هيا، من منكم يا شيعة يجيب على هذا التحدي الصعب؟ ولا واحد يريد أن يجيب. أين أنتم يا شيعة؟ صراحة حتى أنا لم أستطع الإجابة، فهذا التحدي صعب جدا، ولهذا سأترك شيخ آخر سني هو من يتكلف بالإجابة بدل الشيعي. ما رأيكم؟ الحسين بن علي طبعا كل الناس يعرف مقتله سنة يوم 10 من محرم سنة 61، وقد قتله شرار الخلق عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه عقيدة أهل السنة. نعم. عبيد الله بن زياد والي الكوفة هو الذي تولى الأمر، وبأمر من يزيد ابن معاوية المجرم الطاغية. يزيد ابن معاوية هذا عقيدة أهل السنة أنه مجرم طاغية فاجر. من كان منكم يجد في نفسه الكفاءة أن يتفضل ويعطينا دليله على أن يزيد هو القاتل أو يزيد هو من أمر بذلك. بأمر من يزيد ابن معاوية المجرم الطاغية. والآن ما بقي لي إلا أن أقول الحمد لله فاضح السنة بأهل السنة من كتب السنة.